أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك لنستقبل عيد الفطر المبارك التي لا تكتمل بهجته بدون كعك العيد، فهو يعد من مظاهر الاحتفال عند المصريين لما يمنحه للعيد من طعم مختلف ويضفي المزيد من البهجة والمتعة، فهو سمي أساسا من سمات العيد الفطر. وعادة المصرية لا تتخلى عنها، تنتقل من جيل لجيل منذ حوالي 5000 عام. تعالوا نشوف بقى ايه الكعك ده. يا ترى الكعك ده من 5000 بس، ويا ترى احنا المصريين خدنا العادة دي من مين؟ يعتقد البعض أن أصل الكعك يعود إلى عهد الدولة الفاطمية، حيث اهتم الفاطميين بإدخال مظاهر البهجة المختلفة على المسلمين في مناسبهم الدينية سواء رمضان أو الأعياد، إلا أن الكعك يعود بتاريخه إلى العصر الفرعوني، حيث أعدت العديد من المصادر أن زوجات الملوك اعتدنا على تقديمه للكهنة القائمة على حراسة الهرم اللي هو خوفو في يوم تعامد الشمس على حجرة خوفو. وبرع المصريون القدماء في مظاهر الاحتفال المختلفة والتي جاء منها الكعك الذي يظهر في عهد الملك رمسيس الثالث، فتتم اكتشاف أول صورة شكل الفرن الملكي في إحدى الغرف الجانبية في مقبرة الملك، وكان يظهر إلى جانبه صورة للكعك منقوشا عليه رسم إله الشمس آتون، حيث يقدمون الكعك قربانا للآلهة. وعلى الرغم من أن كعك العيد عرف منذ أيام الفراعنة، إلا أن المصريون عرفوا البسكوت حديثا عن طريق الأجانب آتوا إليها، وخاصة الإيطاليين. يبقى احنا كعك العيد عادة متوارثة من أيام الفراعنة هم اللي كانوا بيعملوا كعك العيد وكانوا بيقدموه للكهنة. وبعد كده في العصر الفاطمي ابتدت الملوك يقدموه لبعض. طيب البسكوت ده ايه بالظبط؟ البسكوت دي عادة جاية عن طريق الأجانب اللي هم الإيطاليين، وأصبح الكعك يعد فيما بعد على أشكال دائرية وتقدم في الأعياد أو عند زيارة الموتى والقبور، كما أنه من مظاهر الاحتفال عند المصريين والفرح. طيب تطورات صناعة الكعك. استمر المصريين القدماء في صناعة الكعك حتى مع دخول العصر الفاطمي، وأنشأت الدولة دار تشبه الوزارة المخصصة لصناعة الكعك. يبقى كانت على أيامهم أنشئت دار في العصر الفاطمي، أنشئت دار مخصصة تشبه دار للوزارة مخصصة لصناعة الكعك وتسمى الفطرة، وكانت تعمل تلك الدار ب100 عامل يقومون بصنع أشكال وأنواع مختلفة من الكعك العيد. وكانت هذه الدار عملها من منتصف رجب، يعني بتبتدي من شهر رجب، في نص رجب يبتدوا يعملوا الكعك العيد بيوم واحد، ومعاها قوالب مكتوب عليها عبارات تهنئة بالعيد، منها هنيئا كل هنيئا كل واشكر، بالشكر تدوم النعم. أشكال الكعك. وصلت أشكال الكعك التي عرفها المصريون القدماء إلى 100 شكل تقريبا، منها اللولبي والمخروطي والمستطيل والمستدير، خاصة أن جميعها نقشت على جدران مقبرة الوزير من الأسرة 18، وهي الصورة التي توضح خطوات صناعة كعك العيد تفصيليا، حيث نشرح أن عسل النحل كان يخلط بالسمن ويقلب على النار، ثم يضاف على الدقيق ويقلب حتى يتحول إلى عجينة يسهل تشكيلها بالأشكال التي يريدونها، ثم يرص على ألواح ويوضع في الفرن. وكانت بعض الأنواع تقلى في الزيت أو السمن، وأحيانا كانوا يقدمون الكعك بحشو بالتمر المجفف، العجوة أو التين، ويزغرفونه بالفواكه المجففة كالزبيب والنبأ. ووجدت أقراص الكعك محتفظة بهيئتها ومعها قطع من الجبن الأبيض وزجاجة عسل النحل. وعندما زاروا المتاحف في مصر
في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد تعجب لأن المصريين يمزجون عجين الكحك والخبز بأرجلهم في حين يمزجون الطين بأيديهم. يبقى كانوا المصريين القدماء بيعجنوا الكحك برجليهم، أما الطين بيعجنوه بإيديهم. ومع تطور التكنولوجيا ظهرت أطعمة مختلفة من الكعك، إلا أنه ما زال يحتفظ بشكله التقليدي المميز، وباتت هناك الكثير من المصانع والأفران تتنافس على تقديمه بأطعمة مختلفة. وما زالت بعض البيوت المصرية تحتفظ بفرحة صناعته في المنزل في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان، ولمت العائلة مع الأطفال. دنانير ذهبية في كعك العيد العهد الأخشدي. في عهد الدولة الأخشدية كان أبو بكر الماردلني وزير الدولة يصنع الكعك في أعياد الفطر ويحشوه بالدنانير الذهبية، يعني كانوا بيحطوا الفلوس الدراهم جوه الكعك في أعياد الفطر، وكان يطلق عليه حينها أفطن إليه، يعني بيقول له بمعنى أصح انتبه إني الكعك فيه فلوس عشان المفاجأة. ولكن تم تحريف اسم الكعك إلى أنتولونا، وكانت تقديمه أنتونولا، يعني اتحول اسمه لأنتونولا، وكانت تقدم في دار الفقراء على مائدة طولها 200 متر وعرضها 7 متر. وكان يخصص الخليفة الفاطمي مبلغ 20,000 دينار لصناعة الكعك في العيد، فكانت المصانع تتفرغ لصناعته بداية من منتصف شهر رجب، وملأ مخازن السلطان به، وكان الخليفة يتولى توزيعه بنفسه. وكان الفاطميون يحرصون على إعداد صمات طاولة ضخمة طولها 1350 متر ويوضع عليها 60 نوع من الكعك ومشتقاتها، وكان حجم الكعكة الواحدة في حجم رغيف الخبز، حيث تم تخصيص إدارة حكومية أطلق عليها دار الفطرة، وكانت تختص بعمل الكعك، وكان يعمل بها أكثر من أصناف للكعك. ومن أشهر ما صنعت الكعك العيد هي حافظة التي تنقش عليها عبارات مختلفة مثل تسلم الأيادي يا حافظة، أو بالشكر تدوم النعمة، ولم يكن يؤكل منها إلا المحظوظون من ضيوف الخليفة. ومن أفضل المظاهر على الإطلاق إيقاف البر والإحسان التي كان يصرف من ريعها على صنع الكعك وتوزيعه على الفقراء في العيد الفطر واليتامى. ومن أشهرها وقفة الأميرة ترين الحجازية، والتي تقضي على توزيع الكعك الناعم والخشن على موظفي مدرستها التي أنشأت عام 748 هجريا. العيدية بقى في العصر الفاطمي. أما فيما يخص منح النقود في الأعياد، فكان كلمة عيدية مشتقة من كلمة عيد، وهو لفظ أطلقه الناس على النقود والهدايا التي توزعها الدولة خلال العيد. وقد اختلفت الأسماء التي أطلقت عليها على مدار العصور. وفي العصر الفاطمي ظهرت العيدية في مصر، وكانت تعرف بأسماء مختلفة من بينها الرسوم، وكان الفاطميون يحرصون على توزيع النقود والثياب على المواطنين خلال فترة الأعياد. وفي العصر المملوكي ظلت تلك العادة موجودة، لكنها كانت تعرف باسم الجامكية، وهي كلمة تعني المال المخصص لشراء الملابس. وفي العصر العثماني اختلفت طريقة تقديم الهدية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.